مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله مبسوطين. انا رانيا عبد الله، رجعت لكم فيديو جديد. لو كنتي اول مره تشوفي قناتي اهلا وسهلا فيكي. بليز اضغطي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديده. فيديو اليوم حيكون فيديو تعاوني مع يوتيوبر كثير انا احبها ومن متابعين قناتها سوبر ميرو. راح اترك لكم رابط قناتها والفيديو التعاوني في صندوق الوصف. بليز كلكم روحوا عندها واشتركوا في القناه، لأنه وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية والضرورية واللي لازم تكون تحتوي على كل العناصر الغذائية. ففيديو اليوم حيكون عبارة عن أفكار لطريقة تقديم وجبة الإفطار تكون صحية ولذيذة وسهلة من دون ما تتعبي. كمان هذا الفيديو موجه للطلاب في فترة الامتحانات، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شوفوا هذا الفيديو قبل لا تروح الاختبار، بليز سوي واحدة من هذه الوصفات، مرة لذيذة وراح تعجبكم. يلا خلونا نبدأ. حتى تستمتعي بمذاق وجمال هذه الوصفة راح تحتاجي شوفان، زبدة الفول السوداني، حليب، موز وقرفة. يحتوي الشوفان على كميات كبيرة من الفيتامينات E و B والمعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد. الحليب غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن والأحماض الأمينية واللاكتوز. الموز له دور أساسي في إمداد الجسم بالطاقة ومحاربة الأنيميا، وكذلك مضاد للاكتئاب ومهم جدا لصحة العين لأنه غني بفيتامين A. تعتبر زبدة الفول السوداني غذاء متكامل لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، كذلك البروتين النباتي. القرفة مهمة في تحسين وظيفة الإدراك والدورة الدموية وتنظيم السكر في الدم، ومضادة لالتهابات المفاصل وتقلل من الكوليسترول وتحمي من السرطان. في هذه الوصفة راح تحتاجي شوفان، زبادي يوناني وفواكه مجففة. الزبادي يمنع ارتفاع ضغط الدم ويخفض الكوليسترول ويحمي من الاكتئاب الناتج عن القلق والتوتر ليلة الامتحان. الفواكه المجففة غنية بالمواد الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة لأنها تساعد على تغطية احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن. يعتبر الشوفان مهدئ طبيعي ممتاز للأعصاب، كذلك مصدر جيد لنظام غذائي سليم بدون اكتساب سعرات حرارية كثيرة. راح نحتاج في آخر وصفة زبادي وعسل وزبيب وشوية مكسرات. مثل ما قلت لكم إن الزبادي يحمي من الاكتئاب اللي يكون ناتج عن التوتر والقلق ليلة الامتحان. الزبيب الأسود غني بالفيتامينات وكذلك الحديد والفسفور والألياف المهمة ومضادات الأكسدة اللي تحمي الجسم من أنواع السرطان المختلفة. المكسرات تساعد في تعزيز القدرة العقلية وانخفاض مستوى الكوليسترول وتحسين صحة القلب. عسل يحسن من نشاط الجسم وكذلك مهم للمناعة وإمداد الجسم بالطاقة. بعد كذا راح أزينها بجوز الهند لحتى أضيف لها طعم ونكهة مرة مميزة. هذا كان الفيديو اليوم، أتمنى يكون نال على إعجابكم. بليز اضغطي على زر الإعجاب ولا تنسي تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. روابط كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيني موجودة في صندوق الوصف. بليز روحوا شوفوا صندوق الوصف، وإن شاء الله من هنا الفيديو الجاي أشوفكم على خير. بليز be happy and keep smiling. باي.